السلام عليكم، مرحبا بكم في المغرب لانتيفي، القناة اللي كتنقل لكم آخر الأخبار والمستجدات بسرعة ومصداقية. ما تنساش دير لايك واشتراك باش يوصلك كل جديد. اليوم عندنا خبر مهم بزاف كيهم آلاف المغاربة قبل عيد الأضحى، وكيخص عطلة العيد اللي بزاف ديال الناس كانوا كيتسناو القرار النهائي ديالها. رسميا عيد الأضحى في المغرب غادي يكون نهار الأربعاء 27 من ماي 2026، والحكومة أعلنت تعطيل العمل يوم الجمعة 29 من ماي بصفة استثنائية، إضافة لأيام العيد المعتادة. هذا القرار جاء بعد ما كانت مطالب كثيرة بتمديد العطلة، خصوصا بسبب التنقل بين المدن، حيث بزاف ديال المغاربة كيسافروا باش يدوزوا العيد مع العائلة. ودابا السؤال اللي كيسولوه الناس كاملين: شحال من نهار غادي تكون العطلة؟ بالنسبة للموظفين، فبعض الإدارات العطلة كتقدر توصل حتى ل4 أيام مع التمديد الجديد. أما في قطاع التعليم كاينة أخبار على تمديد إضافي حتى السبت لبعض الأطر التعليمية. هاد الأخبار فرحات ناس بزاف، ولكن في المقابل كاينين اللي كيسولوا واش غادي يكون تأثير على الدراسة والخدمات الإدارية. النقاش باقي مفتوح، خصوصا مع الضغط الكبير اللي كتعرفه وسائل النقل في فترة العيد. المهم إذا كنت موظف طالب أو خدام بعيد على العائلة، هاد القرار يقدر يعطيك وقت أكتر باش تدوز العيد مع الناس ديالك في أجواء مزيانة. كتب لينا في التعليقات شحال باغي تكون عطلة العيد، 3 أيام ولا أسبوع كامل؟ وما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش توصلكم الأخبار الجديدة أول بأول. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.